السلام عليكم. كل شهر وانتم طيبين. هنقدم مع بعض النهاردة مشتريات شهر واحد ان شاء الله وبالاسعار. الميزانية بتاعتنا النهاردة لأسرة مكونة من 5 أو من 6 افراد، وكمان هنصرف مع بعض اقل من 2500 جنيه. هتاكلي لحمة وفراخ طول الشهر، هنجيب الخضار بالكميات، مفيش حاجة خالص هنحرم منها نفسنا. وبورقة وقلم واكتبي ورايا الاسعار وشوفي احنا جبنا ايه بالظبط. في البداية مع بعض كده هناخد بند اللحوم. اول حاجة احنا اللحمة عندنا ليها كذا سعر. اللحمة عندنا في ب 370 جنيه تمام، وفي ب 380 جنيه، وفي ب 270 جنيه، وفي ب 220 جنيه، وفي ب 200 جنيه على حسب ما انتي عايزة ايه بالظبط. تمام. طيب في كمان ان انتي بتاخدي اذا كان بقري او اذا كان جاموسي. انا بحب اللحمه البقري لانها بتستوي بسرعه وبتكون لحمه صغيره. تمام. هل الاسعار اللي بقولها لكم دي كلها عند جزار واحد؟ لا طبعا، عندي جزارين مختلفين، واحنا كمان ما بين كل جزار وجزار ففي منافسه في الاسعار. طيب اللحمه اللي انا جبتها دي اللحمه امه 270 جنيه تمام. اكتبي بقى ورايا الاسعار وفي الاخر اجمعي، هتلاقي كل الحاجات اللي انا هوريها لك دي مش محصله 2000 ونص. طيب اللحمه اللي انا جبتها دي لحمه بقري صغيره تمام ب 270 جنيه. طيب ده انا جبت كيلو ونص. طيب امسكي بقى اللحمه ام 270 وامسكي اللحمه ام 370، مش هتلاقي اي فرق ما بينهم خلاص، مجرد رقم ومجرد اسم جزار مش اكتر. فاللحمه دي ب 270 جنيه. هنعمل مع بعض فيديو تاني ان شاء الله تفريزات لحوم وتفريزات فراخ وكل الحاجات، هوريكم ازاي تستثمري كل حاجة انت جايباها وازاي يقضوك الشهر وزيادة، وازاي كمان تطلعي منهم حاجات تركنيها رمضان. كل ده ان شاء الله هيكون في الفيديوهات اللي هنقدمها السلسلة اللي جاية دي. يبقى اول حاجة عملناها مع بعض او اول حاجة جبناها مع بعض هي ايه؟ اللحمة. واللحمة ب 270 جنيه ده كيلو ونص تمام. طيب تاني حاجة معانا هي المفروم. انا جبت برضو كيلو ونص لحمة مفرومة. اللحمه المفرومه دي ب 200 جنيه. شايفين؟ بصوا اللحمه عامله ازاي، زي الورد. شايفين عامله ازاي؟ ما فيهاش اي حاجه، لحمه زي الفل. اللحمه دي ب 200 جنيه. طيب دوت قد ايه؟ ده كيلو ونص. الكيلو ونص ده في اي قناه تاني هيطلع لك منه 6 وجبات، ولكن ده ايه يعني مش واقعي. دي ميزانيه مش واقعيه. عندك 5 أو 6 افراد مش هتاكليهم ربع كيلو من الحاجه، مهما تزودي فول صويا تزودي برغل، والا بقى هيبقى اللحمه حاجه مش موجوده. طيب احنا هنا هنطلع منهم ايه؟ احنا هنا ان شاء الله هنطلع منهم 3 وجبات. هنعمل نص كيلو حواوشي. طبعا انت عندك البصل غالي وعندك كل حاجه غاليه حاليا يعني. عشان كده انا هقول لكم انا اشتريت الحاجه دي ليه. المهم هنعمل منهم نص كيلو حواوشي خلاص، وهنعمل منهم نص كيلو كفته رز، وهنعمل النص الثالث عصاج. تعملي بقى لحمه مفرومه، تعملي بطاطس باللحمه المفرومه، تعملي جلاش، رقاق، براحتك يكون عندك. وانتي على حسب برضو اسرتك، يعني انتي هتوزعي في الاطباق على حسب عدد اسرتك. خلاص يبقى نعمل كفته رز، هنعمل حواوشي، هنعمل عصاج. ده بالكيلو ونص لحمه مفرومه. يبقى احنا اللحمه المفرومه خلاص كده منها. طيب جبت كمان ايه بقى؟ جبت حاجات كده بتكون جاهزه من عند الجزار دوت شوي. يعني هتعملي مثلا كفته، كان ممكن قادره ان انا ازود في اللحوم المفرومه، ولكن كل حاجه زي ما قلت لكم غاليه دلوقتي. البصل غالي والفلفل غالي وكل حاجه غاليه، فاي حاجه فده كده بالنسبه لي بقى ارخص. ده كده بالنسبه لي ارخص تمام. فدي كفته الشوي ب 85 جنيه، دي جايباها جاهزه كده من عند الجزار، لحمه بلدي. طيب وجبت ايه تاني؟ وجبت كمان برجر ب 75 جنيه، 10 وحدات من البرجر، 3 6 9 10 خلاص، 10 من البرجر ب 75 جنيه. وجبت كمان السجق. تعملي بقى سندوتشات السجق، تعملي فول بالسجق براحتك بقى اللي انت عايزاه كله. اللي ما شافش فيديو الكبده والسجق بتاعت الشارع بتاعت المنوفي عندي، بص فايته كتير، ارجعي للفيديو ده واعرفي تعمليه ازاي. وبس يبقى هو ده كده بند اللحوم. صرفتي بقى كام في بند اللحوم؟ اكتبي وشوفي ورايا. خلاص الاسعار قدامك اهي كلها.
طيب جبت كمان ايه بقى؟ جبت كمان بيض بلدي. البيضة البلدي عاملة 5 جنيه. البيضة البلدي عاملة 5 جنيه. انا جبت بقى 30 بيضة. ال30 بيضة ب150 جنيه، و30 بيضة هيقعدوا معايا الشهر كامل مفهوش اي مشاكل. تمام. طيب انا ليه جبت بلدي ما جبتش التاني ب120 جنيه؟ يعني فرق جنيه في البيضة. فيبقى احنا بقى نهتم بصحة اولادنا ونديهم البلدي، يكون طبعا افضل من التاني. يبقى هنا البيض البلدي بكام؟ ب5 جنيه البيضاية. طيب القسم بقى بتاع الفراخ. اول حاجة ان شاء الله في فيديو تفريزات الفراخ هعرفك ايه الهدف من اللي انا عاملاه في الفراخ ده. اول حاجة انا جبت 4 فرخات. تمام. كيلو الفراخ عامل 70 جنيه. دي فراخ بيضة. كيلو الفراخ البيضة عامل 70 جنيه. انا جبت الفرخة 2 كيلو. جبت 4 فرخات. 3 فرخات منهم قطعتهم على 8، وفرخة واحدة قطعتها على 4. ليه بقى؟ علشان انا هخليهم يكفوني طول الشهر، وكمان مش هنحط عينات فراخ ولا اي حاجة، لا بالعكس احنا هنفرزها بطريقة حلوة جدا وهنطلع منها وجبات كتيرة. ديت الكبد والقوانص بتاعه الفراخ دي كمان بتكون ايه؟ بتكون وجبه معانا. بقى هنا جبت كمان دول عملوا قد ايه؟ دول عملوا 8 كيلو و100 جرام، عاملين 560 جنيه ماشي، او 150 جرام. وجبت كمان دول كبد بس من غير قوانص ماشي، ب70 جنيه. كيلو الا ربع ماشي، كيلو الا ربع ب70 او ب75 مش عارفه بصراحه. وجبت كمان كيلو بانيه ب160 جنيه. انا كنت قادره ان انا ايه اخد من الفراخ الصدور بتاعتها، بس انا كده هكون هدرت في عدد الوجبات. انا مش عايزه ارمي اطباق قدامكم وخلاص في التفريزات، لا انا هعمل لكم ميزانيه واقعيه. انتظروا ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتكون مفيده جدا ليكم. خلاص يبقى دي كده اللحمه وادي كده الفراخ. ان شاء الله لما هنعملهم في تفريزات هتشوفوا هيقعدوا معانا الشهر ده، وكمان ممكن تشيلي منهم حاجه لرمضان لو انتي بتخزني يعني حاجات لرمضان. جبنا ايه تاني؟ جبنا كمان الحاجه بتاعت العلافه. نحط بس كده على جنب. لازم بقى انتي تشوفي ايه عندك علشان تكملي عليه. انا عندي المكرونات، وعندي الرز، وعندي الزيت، وعندي السكر. تمام. وعندي السمنه. فيا دوبك كده جبت ايه اللوازم النواقص، زي مثلا ربع كيلو من العدس الاصفر، نعمل عدس اصفر. نص كيلو من القمح بتاع البليله، كيلو من الشعريه، نص كيلو من فول التدميس، نص كيلو من ذرة الفشار. كنت عايزه اجيب الفنكوش بس ما لقيتش. ربع كيلو من العدس الجبه علشان نعمل كشري. ملح ليمون وكربوناته ب10 و10. 2 كيلو من الدقيق. طيب الحاجات دي بقى عملت كام؟ الحاجات دي عملت 105. يعني كل الحاجات دي كده عملت ايه؟ 105. جبنا ايه كمان؟ احنا اساسا لسه ما دخلناش في الحاجات المهمه يعني، اللي هو الخضار. ماشي. هروح بقى اشيل بقى الكلام ده علشان اوسع للخضار. هنستعرض بقى ايه الخضار مع بعضينا دلوقتي. اول حاجه هنا الطماطم ب8 جنيه. الطماطم ب8 جنيه، ولكن يعني بعد ما جبت الطماطم لقيت فيه ب6 ولقيت فيه ب5. ثواني بس ننور النور.
ماشي. يبقى الطماطم ب8 جنيه، وزي ما قلت لكم كده لقيت ب5 ولقيت ب6، لكن انا جبتها ايه، جبتها ب8. تمام. يبقى دول كده 5 كيلو من الطماطم، الكيلو على 8 جنيه. اكتبي وراي. جبت كمان فاصوليا خضرة، عشان بقى لو هنعمل شوربة خضار او بتاكلوها تطبخوها. تمام. جبت نص كيلو من الفاصوليا الخضرة. الفاصوليا الخضرة عاملة 14 جنيه، النص كيلو ب7 جنيه. وجبنا كمان الخضرة علشان المحشي. نص كيلو من الفلفل، كيلو الفلفل عامل 14 جنيه. وكمان جبت كيلو من الجزر، ماشي، كيلو الجزر ب10 جنيه. الكوسة ب14 جنيه، جبت كيلو من الكوسة ب14 جنيه. وفي بقى كل الاحجام، يعني لو انت عايزه مثلا كوسه صغيره هتحشيها تمام، عايزه تعملي خضار تمام، هتعملي شوربه خضار، كله موجود يعني، وكله بنفس السعر. جبنا بقى حبيب الجماهير البصل ب38 جنيه. انا جبت البصل الاحمر ب38، والبصل الاصفر برضو ب38. البصل بقى البصل الشايخ الوحش ب25 جنيه، طبعا ده ما تجيبهوش. وفي البصل الاورمه اللي انتي لو هتعمليه مخلل مثلا او كده، ده برضو ب25 جنيه. جبت كمان بتنجان ابيض وبتنجان اسود، الكيلو ب6 جنيه، ولكن برضو قدام لقيته ايه ب4 جنيه، بس انا جبته من ايه، من ابو 6 جنيه. تمام. اكتبي ورايا علشان زي ما بقولك في الاخر هتلاقيها مقفله معاكي اللي انا بقولك عليه ده. نص كيلو من الفلفل الحراق، وكمان 3 كيلو من البطاطس. كيلو البطاطس كان عامل 14 جنيه، بس ده عند الراجل اللي انا رحت له، بس هو كان غالي شويه. ماشي. انا لقيت البطاطس بعد كده عند العربيات العاديه والتروسيكلي ده كانت عنده ب10 جنيه. اهي البطاطس الرمليه التحمير، ماشي، او البطاطس المطينه، كله موجود في ب10، في ب8، بس ال8 طبعا ايه يعني، اللي هي بقى لو انت هتعمليها باللحمه المفرومه او الكلام ده. وفي ب10 اللي هي زي دي، لكن انا بصراحه جايباها ب14 جنيه، ولكن سعرها نزل لان احنا كنا بنجيب بطاطس ب20 وب18 وكده. تمام. ده كده الخضار اللي انا جبته. انا ما لقيتش بقى بسله في السوق، مش عارفه البسله يعني ما طلعتش ولا ايه، مش فاهمه. كملت بقى من السوبر ماركت. ماشي. جبت كيس ملوخيه بسمه، وجبت كمان كيس باميه صغيره. ماشي. وجبت كمان بسله من غير جزر، انا هقطع عليها الجزر. ليه بقى؟ لان البسله اللي بجزر بيكون كلها جزر، ما بيكونش فيها بسله، بتبقى البسله قليله قوي. فجبت كمان بقى ايه كيس البسله، يبقى انا عندي باميه، عندي بسله، عندي ملوخيه، عندي كوسه، عندي فاصوليا خضراء، عندي محشي. تمام. يعني طول الشهر هتنوعي براحتك، مش هتقولي لا عندك كوسه. ماشي. جبنا البصل، جبنا 5 كيلو بصل، جبنا 5 كيلو قوطه. انا مش فاكره انا جايبه 5 كيلو قوطه ولا 6 بصراحه. المهم يعني ايه، اكتبي بقى ورايا الاسعار دي كلها. ماشي. في ايه تاني؟ طبعا من ضمن الحاجات اللي جبتها من السوبر ماركت، جبت ايه بقى، جبت كمان كوبايه زبادي ما دخلتش التلاجة على طول، وجبت كمان ربع قشطه. ماشي. وجبت كيس بسبوسه. ماشي. الكيس البسبوسه دي انا هستغله جوه حاجه، يعني مش هعمل بسبوسه.
المهم الحاجات دي بقى انا دفعت ايه 85 جنيه. ماشي دول كده دفعت 85 جنيه، وكنت جبت الكيسين دول، وكنت جايبه كيس اندومي. ماشي دول كده. وجبت بقى كمان لوحده، ده كان قالب كده جبنه قريش، كان عامل 21 جنيه، بس طبعا يعني ايه احنا اخدنا منه دلوقتي. هنشيل بقى الحاجات دي ونجيب حاجة المنظفات. انا بقول لكم بصوا مفيش حاجة ناقصة، يعني جايبين كل حاجة الحمد لله. هنروح بقى نشيل الحاجات ده. حبايب قلبي بقى اخر قسم معانا في الفيديو النهارده وهو قسم المنظفات، ولكن نسيت اقول لكم ان انا عندي البطاطا. ماشي، وكمان هو اداني بتاع الخضار اداني الليمون هديه يعني. ماشي، انا كده كده يعني عندي ليمون، وعندي ليمون في الفريزر، وانتوا عارفين الليمون بقى ايه ما بنستغناش عنه، فما بنقولش لليمون لا. تعالوا بقى نشوف، نبعد بس كده الليمون. تعالوا بقى نشوف ايه المنظفات اللي احنا جبناها، وايه البدايل اللي انت تجيبيها وتديكي نفس النتيجة. تمام. اول حاجة ده باهي. طبعا باهي بعد موضوع المقاطعة انتشر جدا، وباهي ده من قبليها كمان، يعني باهي ده شركة مصرية ولكن حلوة قوي، بيديكي نفس النتيجة بتاعت اوكسي، كأنك بتغسلي باوكسي بالظبط. ولكن ايه اللي بيحصل، انا ما لقيتش ده باهي الكيلو. ماشي، ده ب40 جنيه، ده باهي الكيلو. انا ما لقيتش يعني الاحجام الكبيره. ليه؟ لانه بيتسحب من السوق، لانهم هيعملوا حاجه من اتنين، يا هيغلوا سعره يا هيقللوا الكميه بتاعته. ماشي، فهو ده يا دوبك كان اخر كيس كمان، يعني انا دورت عليه لحد ما لقيته، فده ب40 جنيه كيلو. طيب هل كيلو ده بقى هيقعد معانا الشهر؟ استحاله طبعا يقعد معانا الشهر. فانا جبت كمان ايه بقى، جبت لافندر. ده الراجل اللي هو بتاع الصبانه، طبعا زي ما انتوا عارفين الغساله بتاعتي اللي هي فوق اوتوماتيك، فده للغسالات العاديه، والغسالات ايه اللي فوق اوتوماتيك. اللافندر ده الراجل ده بيشكر لي فيه جدا، وبيقول لي حلو قوي وينظف حلو. انا لسه ده هيكون تحت التجربه، اول مره اجيبه. ده تقريبا كيلو ونص، هو قالي كيلو ونص ولا 2 كيلو ده. المهم ده ب35 جنيه. ماشي، طبعا اكتر في الميزان، اكتر من باهي، وفي السعر اقل منه. فانا بصراحة اهو بصوا الوزن اهو 2 كيلو الا ربع، 2 كيلو الا ربع. فانا بصراحة لو عجبني هعتمده، يعني لو هو عجبني انا هعتمده. غير ان احنا اساسا بنحط ايه مدعمات للحاجات زي ملح الليمون، وزي الزهرة البيضاء. الزهرة البيضاء طبعا بديل الفانيش، وزي الكربوناتو والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله، طبعا كلكم شاطرين. ماشي، يبقى ده ب35 ودوت ب40. طيب جبت ايه كمان، جبت العجينة البيضة دي بتاعة اللبس الابيض. العجينة البيضة دي او مش عارفة بيسموها ايه، المهم يعني انا بقول عليها عجينة بيضة. ماشي، الكيسين دول ب15 جنيه. هنا كمان كيلو ونص من الدوني ب10 جنيه، الكيلو ب7 جنيه، فبتاخدي كيلو ونص ب10 على طول. ماشي، اسمه ايه دوت كلور الوان. هو انا مالي تهتي ليه؟ ماشي، دوت كلور الوان. طبعا انت مش لازم تجري على العلب يعني، وتجري على المنتجات، وتجري على الحاجات دي. الحاجات دي بتديكي نفس النتيجة وممكن احسن كمان. ده كمان برضو ب10 جنيه. ماشي، ده كيلو ونص من كلور الالوان. وكمان دوني، كيلو ونص من الدوني. انا حاسه ان هو متلخبط معايا في حاجه، مش عارفه ليه، في حاجه هو عاملها لي غلط. يعني هو ده اسمه ايه دوت، قصدي ديتول. ديتول، بس بصوا لونه عامل ازاي، عشان كده انا تايهه من اول ما طلعت الشنطه.
خلاص يبقى ده دي ريحته الديتول، لكن اللون متغير معايا شويه، لكن ريحته ديتول قوي يعني. خلاص يبقى كده ب10 جنيه ديتول، ب10 جنيه دوني، ب10 جنيه كلور الوان، وكمان ب15 جنيه عجينه الابيض، وب35 جنيه اللافندر، وب40 جنيه الباهي. يبقى انا معايا اريال قد ايه؟ معايا هنا قول 2 كيلو، ومعايا هنا كيلو، يبقى معايا 3 كيلو اريال اصرف نفسي بيهم بقى ايه على الشهر. احتجت في الاواخر هجيب ورق التحمير، وكمان جبت ورق زبده ولكن مش عارفه راح فين، يعني اليانسون وورق الزبده والحاجات دي مختفيه مش عارفه ليه. هل في اي حاجه تاني؟ على ما اعتقد كده خلاص. جبت بقى شويه ادويه، ربنا يبعد عنكم الشر يا رب ويكفيكم شر المرض. ولحد هنا بقى ايه خلص الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون افادكم ولو باي حاجه بسيطه. يا رب تكون الاسعار معانا كويسه النهارده، وان شاء الله من احسن لاحسن، ان شاء الله الاسعار تنزل عن كده كمان. وكمان احب اقول لكم بقى انتظروني ان شاء الله في سلسله الفيديوهات الجايه، نعمل مع بعض روتينات حلوه قوي، تفريزات حلوه قوي، حاجات قليله. لو معاكي 5 جنيه هقولك هاتي بيها ايه، لو معاكي 10 جنيه هقولك هاتي بيها ايه، هقولك ازاي لما يجي رمضان عندك يكون الفريزر عندك مليان. ان شاء الله استنوني في فيديوهات جديده. انا ولاء هاشم ودي قناتي. اتمنى لو انت اول مره بتشوفيني تشتركي معايا وتفعلي زر الجرس، ولو الفيديو ده عجبك طبعا ما تنسينيش في الاعجاب والشير. وكل شهر وانتم طيبين، واقول لكم دمتم سالمين ومع السلامه.